النهارده كانت مباراة من العيار التقيل، تقدر تقول مباراة كانت تستحق بالفعل ان الواحد يتفرج عليها. مباراة ناشئين النادي الاهلي وناشئين نادي الزمالك. فين بقى؟ في قلب استاد حلمي زمورة، في قلب 100 عقبة في نادي الزمالك. واتحاد الكورة عمل اول مباراة في الدوري عشان تتكتب في التاريخ، ان اول مباراة بين شباب الاهلي وشباب الزمالك كان قدم الشوط الاول للنادي الاهلي وخرج بنتيجه 2-0 الشوط الاول. والحكم كان ليه اخطاء كتيره جدا، والكل شاف الكلام دوت على شاشات التلفزيون، وكمل المباراه. وكمان قدر الزمالك ان هو يجيب اول اهدافه قبل نهايه المباراه. لاعب الزمالك اللي جاب الهدف طلع وعمل وشاور باشارات وحركات للناس اللي جايه مع النادي الاهلي، لكن الحكم عمل الاصعب من كده وحسب 9 دقايق وقت بدل ضايع. لكن الاهلي قدر يجيب الجون الثالث، يعني الاهلي قدر يجيب الجون الثالث وقبل نهايه المباراه بدقيقه حسب ضربه جزاء الزمالك، وانتهت المباراه عشان تتكتب تاريخيا ان شباب الاهلي النهارده وناشئين الاهلي اللي هم بيطلعوا على طول على الفريق الاول على الزمالك 3-2 في قلب 100 عقبه. وكان لسه من كام يوم سيدات الاهلي في اول مباراه برضه اتكتبت، في اول مباراه بين سيدات الاهلي وسيدات الزمالك في استاد حلمي زموره في قلب 100 عقبه، سيدات الاهلي بتفوز على سيدات الزمالك. النهارده كمان بعد التصريحات اللي اتقالت على المباراه، وطلع كابتن الفريق الزمالك وقال ان احنا النهارده اتظلمنا تحكيميا وان الحكم سبب رئيسي في هزيمتنا، لكن احنا طلعنا بشرفنا. سبحان الله، كأن الواحد بيسمع شريط بيتعاد. اتقال نفس الكلام في مباراة السيدات، اتقال نفس الكلام قبل كده. كنت اتمنى ان انت لعبت زي ما بتقول بشرف ولعبت برجولة واتهزمت، خلاص وقف بقى التصريحات وابدأ بص للي جاي، لكن مفيش فايدة وبدأ الكلام. في المقابل ناشئين الاهلي النهارده احتفلوا في قلب ال 100 عقبه، واحتفلوا طبعا من حقهم، واحتفلوا بالفوز زي بالظبط سيدات الزمالك ما اتهزموا برضه، وسيدات الاهلي احتفلوا في قلب 100 عقبه بالانتصار. فالموضوع وما فيه ان بعد هزيمه الاهلي من الزمالك في الكبار في السوبر بدأت التصريحات زادت عن اللزوم، التصريحات هيبرت معاهم، تصريحات كترت من هنا ومن هنا ومن هنا. يعني كمان حتى اللي هو حاليا مسؤول عن الصفقات او مسؤول عن كفايه وقف لغايه كده، لكن برضه ما زالوا مستمرين. في اخر حاجه طلعوها قال لك الزمالك اكبر العب مصر. طبعا الموضوع بقى ترند. النهارده نادي روما الايطالي قال ان انا اكبر العب في روما او في ايطاليا. النهارده كمان مانشستر. فالموضوع للاسف اتاخد سخريه على مسؤولين الزمالك وعلى جماهير الزمالك ولاعيبه الزمالك اللي زايدت في الاحتفال على الفوز بالاهلي. وده بيوريك قيمه وقامه النادي الاهلي. انت لما تحتفل بالطريقه دي وتهايبر في الاحتفال بفوزك على الاهلي، ده بيوريك كجمهور الاهلي وعاشق للكيان قد ايه الاهلي كبير. في المقابل كولر قفل مع الكابتن محمد رمضان باوامر وتشديد من كابتن محمود الخطيب على الفريق قبل السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات. وبكره مباراه تجريبيه للنادي الاهلي مع حرس الحدود. كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره